السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. معاكم ريلي أحمد من قناة ريلي كروشيه. النهاردة لسه مكملين مع بعض سلسلة فيديوهات المقالم. قبل ما أبدأ حابة أشكركم جدا 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 على التعليقات الجميلة اللي اتكتبت لي على الفيديو اللي فات واللي قبله. بجد شكرا، يعني ربنا يفرحكم زي ما فرحتوا قلبي. مش لاقي كلام جميل أقوله زي اللي انتوا كتبتوه لي بصراحة. هنكمل مع بعض. انا جايبه الثلاث خيوط دول ليه، او الثلاث شلات دول ليه، عشان في اخر الفيديو هحسب لك قد ايه تكلفه الخيط والمقلمه. هقول لك كل حاجه تخص تفاصيل المقلمه، عشان لو حابه تشتغلي نفس الموديل وهسعرها وكل حاجه، عشان لو حابه تبيعيها يبقى انت عندك التفاصيل كامله. فانا هوريكم من الثلاث شلات دول هنطلع منهم قد ايه مقالب، وهحسب كل حاجه معاكم اخر الفيديو. اتمنى ان انت تكملي معايا الفيديو للاخر. يلا بينا. طبعا ده خيط مكرميه مصري، ومستخدمه ابره مقاس 5. انت بتستخدمي الابره على حسب نوع الخيط اللي انت بتستخدميه. فهنسمي بقى كده اللي وهنعمل 20 سلسله. نعمل عقده بدايه كده، وهنعمل 1 2 3 4 5. انا اشتغلت 20 سلسله، وهنشتغل سلسله ارتفاع ملناش دعوه بيها. انا اللي متعود معايا على القناه او عارفني من الاول، انا في معظم الشغل بحب اشتغل بنفس الطريقه دي. انا مش هشتغل في الحلقه الاماميه ولا الخلفيه، انا هلف ظهر الشغل كده، وهنشتغل 20 غرزه حشو في ظهر الشغل كده. طبعا انا عشان عايزه اعمل تزايد في دي قاعده، انا عشان عايزه اعمل فيها تزايد فهعمل في اول غرزه هشتغل واحده تانية. يبقى احنا كده هنشتغل 21 غرزه لحد ما يوصل عندي تزايد تاني. في كل غرزة هتقابلني هشتغل غرزة حشو، وهقولك عدد الغرز معاكي هيبقى قد ايه في الاخر، عشان تبقي كل سطر بتشتغليه ما تتلخبطيش، تبقى عارفة عدد الغرز معاكي المفروض تطلع قد ايه، عشان تطلع معاكي المقلبة مظبوطة. تمام. انا هكمل لنهاية الدور وهرجع هشتغل لنهاية الدور وارجع اكمل معاكي شغل المقلمة. انا اشتغلت قبل نهاية الدور بغرزة، يعني هنا في غرزة لسه ما اشتغلتهاش. قبل ما اشتغلها براحتك في طريقة التدوير. يعني انا بعمل ايه؟ في بعض الاحيان باجي في الغرزة اللي قبل الاخيرة، احنا لسه عندنا غرزة، هشتغل في الغرزة ديت واحدة كمان. انا بعمل في الدوران 3 تزايد، يبقى ده في اول الدوران. هنا بالنسبة لي اشتغلت غرزة تزايد، باقي لسه غرزتين تزايد معايا. وهاجي في الغرزة الاخيرة اللي باقية هشتغل فيها 2، الغرزة الأساسية وغرزة التزايد. تمام كده. ركزي معايا في الخطوة دي براحتك، اعملي الدوران الأنسب ليكي والأريح ليكي. كده احنا اشتغلنا في الغرزة الأخيرة 2، وفي الغرزة اللي قبلها 2 الغرزة الأساسية ومعانا واحدة زيادة، وفي الغرزة ديت برضو الغرزة الأساسية ومعانا واحدة زيادة، بقينا لسه غرزة واحدة عشان أنا بعمل في الدوران 3 تزايد. هنعمل ايه؟ هنشتغل دلوقتي الغرزة الأساسية. هنا دي أول غرزة في السطر اهي، احنا كده خلاص بالنسبة لنا السطر ده اشتغلنا عليه. هنشتغل بقى غرزة تاني اهو، كده الغرزة الأساسية وهنزود عليها غرزة كمان. يبقى كده الثلاث غرز اللي أنا عملت فيهم التزايد اهم. هنا عملت تزايد وهنا أصبح عندي الجزئية ديت كده فيها 3 غرز تزايد. ممكن تشتغليهم في آخر غرزة 3 مع بعض، بس في أوقات لما بشتغلها الغرزة دي بتفتح معايا، فأنا عايزة شغلي كله كده مقفول. هشتغل في كل غرزة هتقابلني غرزة حشو. طبعا مش مشكلة لما تبقى الغرز ضيقة معاكي في السطر دوت، السطر اللي بعده الشغل هيبقى فيه مرتاح أفضل. تمام. فأنا هشتغل في كل غرزة هتقابلني، طبعا الغرز ضيقة فما فيش مشكلة، ده مصلحة ليكي ان انت شغلك يبقى من تحت مقفول بالشكل ده. تمام كده.
هشتغل لحد قبل نهاية الدور بغرزة، وهوريك هنعمل الدوران هنا ازاي. تمام، انا اشتغلت هنا غرزة واحدة، هشتغل غرزة تانية اهي. طبعا احنا السطر الاولاني ده هو بس اللي بيبقى مشكلة بالنسبة لنا، غير كده باقي الشغل كله بيبقى خلاص بيمشي معاكي مظبوط. تمام، وهاجي هنا برضو هشتغل اتنين في الغرزة دي كده. ادي واحدة وادي غرزة بالشكل ده، وهنقفل في اول غرزة هنا. دي اول غرزة هي، لو انتي من الناس اللي لسه مبتدئة او دي هنقفل فيها بمنزلقة. هنخش كده ونسحب الخيط ونطلع من الحلقة التانية كمان. لو انتي من الناس اللي مبتدئة او بتتلخبطي، فحطي مارك في بداية السطر بتاعك. هنشتغل ايه دلوقتي بقى؟ هنبدأ ان احنا نأسس الغرزة بتاعتنا. الغرزة دي اشتغلتها معاكم كتير على القناة، بس بطريقة يعني بطرق مختلفة. هرتفع سلسلة. تمام، المفروض احنا بنكمل شغلنا كده، لا انا مش هكمل شغل كده، انا هلف الشغل. ده ظهر الشغل صح كده، ده الظهر، نركز مع بعض. ده وش الشغل. المفروض احنا بنشتغل بالطريقة دي، بتبدأي تلفي شغلك وبنشتغل زي ما احنا متعودين. لا انا هلف شغلي كده اهو، بصي، وهترجعي يعني بدل ما هتمشي كده لا هترجعي اهو. احنا واقفين هنا، دي اول غرزة بالنسبة لي، هعملها غرزة منزلقة بالشكل ده، وهعمل منزلقة. بتتلخبطي هيبقى هتجيبي المارك بتاعك، وهتبقى دي بداية السطر بتاعك. تمام بالشكل ده، بس انا عايزة اخدها تحت الحلقتين. احنا هنا هنشتغل تحت الحلقتين. تمام اهو، هتخشي تحت الحلقتين كده، تحت الحلقتين، وتعملي غرزة منزلقة بالشكل ده، وهنعلم المارك بتاعنا. طب الغرزة اللي بعدها هتلفي الخيط على الإبرة وتنزلي في الغرزة اللي بعدها، وتطلعي كده معاكي 3 حلقات على الإبرة، هتسحبي ال3 مع بعض. تاني هتيجي هنا تحت الحلقتين اهو، وهتطلعي بالخيط وهتطلعي من الحلقة التانية، تعملي غرزة منزلقة. هتلفي الخيط على الإبرة، هتيجي في الغرزة اللي بعدها هتعملي غرزة نص عمود. طبعا عندك في قوائم التشغيل الغرز ورسمتها على الباترون، تقدري ترجعي لها. هاجي في الغرزة اللي بعدها هعمل منزلقة، هتبقى غرزة منزلقة وغرزة نص عمود بالشكل ده، واللي بعدها منزلقة كده. هنلف الخيط على الإبرة، نشتغل نص عمود. احنا خلاص وقفنا تزايد، كل غرزة هتقابلنا هتشتغلي اللي عليها الدور، دي منزلقة. هلف الخيط على الإبرة، الغرزة اللي بعدها نص عمود، يبقى غرزة منزلقة وغرزة نص عمود. انا ماشية معاكي واحدة واحدة عشان ربنا يا رب يجعل لكم باب رزق فيها، واكون قدرت ان انا اوصل لكم لو معلومة بسيطة تستفادوا بيها. هتيجي الغرزة اللي بعدها هتشتغلي نص عمود كده، منزلقة، اسفة دي منزلقة. الف الخيط على الإبرة، هشتغل الغرزة دي نص عمود كده، يبقى اللي عليها الدور اللي بعديها هتبقى منزلقة اهو بالشكل ده. هتبقى غرزة منزلقة، غرزة نص عمود، غرزة منزلقة، غرزة نص عمود، لحد ما اوصل لنهاية الدور، وهرجع هوريكي السطر التاني هنشتغله ازاي مع بعض. تمام، انا خلاص قربت اخلص السطر، باقي لي غرزة واحدة. وخلي بالكم عشان هي ديت الغرزة اللي احنا هنشتغل فيها، عشان انت لو فوتي الغرزة دي هتبدأ المقلمة معاكي هتبدأ تلم، هي تلم كل مرة انت بتنقصي غرزة هتبدأ تلم معاكي. عدي كل سطر الغرز بتاعتك هتبقى 46 غرزة. لو مشيتي بنفس البداية بتاعتي ونفس التزايد اللي انا عاملاه هتبقى 46. طب لو انت عايز تعملي المقلمة اكبر شوية من اللي انا عاملاها، هيبقى هتعملي عدد سلاسل اكبر، بس اهم حاجة تبقى عدد سلاسل زوجي، والتزايد معاكي
هتحاول ان هو يبقى زوجي. بمعنى ايه؟ احنا هنا عملنا 3 و3 هيبقوا 6، يبقى عدد زوجي. فهتعملي مثلا 22 سلسلة، وهتحطي عليهم 6، هيبقى 28 سلسلة. 28 اول سطر بتشتغليه في كل جنب، فبتبداي تعملي التزايد بتاعك، بتبداي تعدي الغرز كلها على بعضها كام، مجموعها كام. تمام. احنا هنا مجموع الغرز معانا كلها 46 غرزة. فكده انا باقي لي غرزة واحدة، هلف الخيط على الابرة وهشتغل الغرزة ديت. تمام. وعايزة اقول حاجة تاني عشان تبقي ماشية صح. احنا بدأنا بمنزلقة، يبقى لازم ننهي بنص عمود. نركز مع بعض في النقطة دي. تبدأي بمنزلقة يبقى تنهي بنص عمود. ما ينفعش تبتدي بمنزلقة وتنتهي بمنزلقة، لا كده الغرز معاكي هتطلع مش مظبوطة. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ هعمل بقى كده، هشيل المارك وهقفل في الغرزة ديت بمنزلقة كده. تمام. وهرتفع سلسلة وهلف شغلي. هنشتغل العكس، احنا المفروض تبقي ماشي كل مرة بتعكسي، هنشتغل هنا العكس. هتشتغلي في اول غرزة معاكي، دي اول غرزة اهي، بصوا دي السلسلة، ودي الغرزة اللي انا سحبتها من تحت الاول اللي هي منزلقة، ودي الغرزة اللي انا هشتغل فيها. هتشتغلي في الحلقة الخلفية، الامامية اهي والخلفية اهي. تخشي كده تطلعي بغرزة حشو بالشكل ده، وترجعي تعلمي بالمارك بتاعك عشان لو خايفة تنسي. تمام. هتشتغلي بقى في كل غرزة هتقابلي غرزة حشو في الحلقة الخلفية اهي. الغرزة اللي بعدها لو ماشية بنفس العدد هيبقى معاكي 46 غرزة غرز حشو في الحلقة الخلفية كده. في كل حلقة بتقابلنا بنشتغل غرز حشو اهي. عايزة اوريكم شكل الغرزة كده، ده شكلها اهو. هنا ده السطر بتاع الحشو، وهنا السطر بتاع الغرز اللي احنا اشتغلناها اهو. تمام. انا هعمل دلوقتي هشتغل غرز حشو بس، مش هعمل حاجة اكتر من كده لحد نهاية الدور. المقلمة بتاعتنا عبارة عن سطرين، سطر غرز حشو وسطر اللي هو منزلقة ونص عمود. فانا مش هعمل حاجة غير ان انا هشتغل كده غرز حشو. تاني هرجع اقولك عندك قوام التشغيل تقدري تشوفي الغرز برسمتها على الباترون بكل التفاصيل. هكمل لنهاية السطر وارجع لك. تمام. انا خلاص اشتغلت اهو. بصوا هي بقى بدأت الملامح بتاعة المقلمة تبان. بصي تفاصيلها جميلة جدا، من المقالم السهلة، مش هتاخد معاكي وقت. تقدري من المقالم ديت تقفلي 2 في اليوم او 3. طبعا هرجع اقولك على حسب وقتك ومجهودك. دول 46 غرزة معايا. هنقفل بقى هنا كده بمنزلقة في الحلقة الخلفية او تحت الحلقتين. خلاص احنا اشتغلنا الغرزة بتاعتنا. تمام. هعمل منزلقة وهرتفع السلسلة وهلف شغلي. هتشتغلي العكس. اول غرزة معانا هي ديت، هتشتغلي تحت الحلقتين اهو. تحت الحلقتين هتشتغلي منزلقة. تمام. ونرجع اهو نشد خيطنا كده وارجع احط المارك بتاعي عشان ابقى عارفة ان هنا دي البداية بتاعتي. تمام. دي بدايتي. هلف الخيط على الابرة. الغرزة اللي بعديها تحت الحلقتين اهو، وهسحب الخيط. هشتغل نص عمود وهاجي الغرزة اللي بعدها منزلقة. ودي المقلمة بتاعتي، هي عبارة عن السطرين، سطر الحشو زي ما قلتلك، والسطر بتاع بنشتغل غرزة منزلقة وغرزة نص عمود. انا كده بدأت معاكي السطر التالت في الجسم بتاع المقلمة. هشتغل نص عمود، هرجع اشتغل بقى منزلقة، هرجع الف الخيط على الابرة واشتغل نص عمود بالشكل ده، هرجع اشتغل منزلقة. انا كده يا رب اكون كده قدرت اوصلك المعلومة. هي المقلمة عبارة عن السطرين زي ما قلتلك. هكمل انا بقى هشتغل كذا سطر وهرجع اقولك انا اشتغلت كام سطر. وهوريك هنقفل مع بعض المقلمة ازاي كده. مفيش حاجة تانية ان انا اقدر اقولها لك. هنجيب بقى الجزء اللي احنا اشتغلناه هنا. احنا اشتغلنا القاعدة بتاعتنا عادي زي كأنك بتشتغلي قاعدة لشنطة، قاعدة البورتفيه. وبعد كده اشتغلنا سطر غرزة نص عمود، غرزة منزلقة، غرزة نص عمود،
وبعد كده اشتغلنا سطر حشو، وبعد كده هنرجع ان احنا نشتغل سطر منزلقة ونص عمود. هيبقى سطر كده وسطر كده. طبعا الارتفاع بتاع المقلمة ده يرجع لحضرتك، انا هوريكي الارتفاع بتاع المقلمة اللي انا عملته، وانتي تقدري ان انتي تعملي ارتفاع اكتر. عايزة تعملي قاعدة اكبر، يرجع لك، امشي بس على الخطوات والحجم يرجع للشكل اللي حضرتك شايفاه من وجهة نظر حضرتك. انا هشتغل كده سطر وارجع. تمام، انا هنا خلاص عملت كام دور اشتغلت بعد القاعدة. احنا القاعدة عملنا دور واحد ملناش دعوة بيها خلاص، بنحسب من اول الغرزة احنا ما بدأناها. اشتغلنا ادي دور اللي هي غرزة منزلقة وغرزة نص عمود ودور الحشو، يبقى دور 2 3 4 5 6 7 8. طبعا انت عايزة تكبري اطول براحتك، عايزة تبقى اقل براحتك. هقولك دي مقاسها قد ايه، وهحسب طبعا معاكي التكلفة بتاعتها زي ما قلتلك بالظبط. طبعا انا ما قفلتهاش، هنقفلها مع بعض. هي عاملة 21. تمام، وطبعا مش هنحسب القاعدة معانا. وعاملة ارتفاع عاملة 8 سنتي. انتي قرار ليكي، عايزاها اكبر من كده بتزودي براحتك. تمام، هنقفل بقى في اول غرزة. هنشيل بقى المارك ده كده خلاص مش محتاجينه. هتيجي في اول غرزة هنا كده وتعملي غرزة منزلقة وتشدي كده الخيط عشان تبقى الغرزة بتاعتك مقفولة كده. عملنا منزلقة، اما عاملة سلسلة تانية وتقومي شادة الخيط. شكرا. بالشكل ده كده احنا خلاص. بإبرة التنظيف طبعا هتنضفيها وهتركبي ليها السوستة، ولو عايز تركبي لوجو. هحسب بقى معاكي الخيط ده عمل معايا كام مقلمة، وهقول لك كل حاجة بالتفصيل دلوقتي. بصوا هنا الخيط مبدئيا عمل معايا الثلاث مقالم دول، المقلمة دي والمقلمة دي والمقلمة دي اهو. انا هرفع لكم الكاميرا شوية. تمام، عمل معايا الثلاث مقالم دول. والمقلمة دي جيت اشتغل السطر الاخير، اشتغلت معايا نص المقلمة، ما كملتش معايا بقية السطر. ففكيت الخيط واشتغلت بيها بلون تاني يكون لون مناسب على قد ما تقدري. يعني هنقول كده الاربع الثلاث شلات اللي كانوا معايا عملوا معايا 4 مقالم. يعني السطر دوت لا يذكر. يعني لو هنقول ان الخيط، انا بقى عايزه اركب دول على جنب كده اهو. طبعا هتركب لها سوسته، عايز تركبي لوجو ركبي، بس الغرزه شكلها لطيف مش محتاجه اهي. بصوا انا برضو السوسته ركبت سوسته، مش لازم تركبي نفس اللون. عندك نفس اللون اوكي، ما عندكيش اتصرفي يعني شغلي دماغك حطي اي لون تاني. الغرزه شكلها لطيف مش محتاجه ان انت تركبي ليها لوجو. هحسب معاكم دلوقتي التكلفه الفعليه للمقالب. تمام، انا طبعا لقيت الفاتوره بتاعه الخيط اللي انا كنت جايباه زي ما قلت لكم. طب احنا هنقول دلوقتي الخيط المقالم دي احنا اشتغلنا ب3 شلات، كلفتنا خيط قد ايه. هنقول خيط دي الفاتوره بتاعه الشغل اللي انا كنت جايباه. قلت لكم الكيلو من الخيط دوت ب60 جنيه. انا كنت جايبه وقتها كيلو وربع عاملين 75 جنيه اهو. 75 عشان محدش يقول ان انا بقول بجيب اسعار، عشان فعلا المحلات مش كلها بتبيع بنفس السعر. 75 جنيه و60 قرش كيلو وربع خيط مكرمية مصري. كنت جايبة 4 ألوان. ال3 شلات هنحسب لو حسبنا على 80 جنيه يبقى هنقول ال3 شلات ب20 جنيه. يعني هنحسب الحتة الزيادة دي قولي 20 جنيه. تمام. طيب السوست كنت جايبة متر السوست ب3.5. قولي استخدمنا متر في ال4 مقالم. طبعا المقلمة اللي اشتغلتها معاكم هقفلها. متر سوست، متر سوستة، متر السوستة جايباه ب3.5. 3.5. تمام. ايه تاني ما استخدمناش حاجة تاني؟ الجرارات الجرار اهو. هقول لكم الجرار ب2.5 اهو. جرار سوستة ب2.5. وعايزة اقول لكم السوست اهي، السوست ب3.5 المتر. تمام. طب الجرار ب2.5. هنا هستخدم 4 جرارات يبقى ب10 جنيه. هنا جرار بكام؟ ب2.5. في ال4 دول هيبقى ب10 جنيه. 10 جنيه. تمام. هيبقى عندنا كده 33.5.
ونص تكلفة الأربع مقالب. تمام. احنا طبعا قلنا السطر الأخير هنا مش مؤثر، يعني مش هنحسبها قوي. 33 ونص. تمام. طيب أنا لو دلوقتي طلعت المقلمة الواحدة على 30 جنيه، 30 في 4، يعني الأربع مقالب معايا هيعملوا أنا طبعا بتوتر لما بكتب قدام الكاميرا. تمام. الأربع مقالب معايا هيعملوا 120 جنيه. 120 جنيه احنا كلفناهم كام؟ قولي كلفنا 35، هيبقى لا قولي 30، هتبقى 90، هتبقى 85. تمام. هيبقى 85 جنيه المكسب بتاعك. مكسب لو انتي هتطلعيها ب30 جنيه، يعني لو المقلمة الواحدة انت هتطلعيها ب30 جنيه يبقى 85 جنيه توتال المكسب بتاعك في الأربع مقالب. براحتك، بس المقلمة شكلها قيم. يعني احنا طبعا خلينا متفقين ان مش ده السعر العادل لشغل الهاندميد. شغل الهاندميد حتى لو بتعملي مقلمة، شغل الهاندميد اغلى من كده بكتير، بس احنا بنتكلم في دي حاجة صغيرة، ما خدتش معانا وقت، ما خدتش كمية خيط. في نفس الوقت احنا في موسم عايزين نستغل الموسم وان نطلع منه بمكسب كويس، لان داخلين بعد كده على موسم شتاء. برضو عايزين نستغل موسم الشتاء ونبدا ان احنا برضو نشتغل فيه الشغل المناسب ليه. كل موسم هقول لكم على قد ما اقدر ايه المناسب ليه. تمام. فبالنسبه لموسم المدارس احنا اتكلمنا هنا، عملنا ب3 شلات خيط 4 مقالب ما كلفوناش غير 33 جنيه ونص. يعني لما تبيعيهم ب120 جنيه ومكسب، يعني لو حسبنا على 35 جنيه قلنا مكسب 85 جنيه، برضو انت كسبانه. طب لو هتطلعيهم على 35 جنيه، انا رأيي انا بالنسبه لي هطلعها على 35. يبقى احنا كده عاملين الاربع مقالب 140 جنيه. انا بحسب لك على الاقل وهحسب لك على الاعلى، هتبقى 140 جنيه. طبعا لما هنطلع برضو ال35 جنيه هيبقى مكسبك 105. ده مكسب، ده المكسب بتاعك. تمام. القرار هنا ليكي على حسب اللي هتتعاملي معاه. شايفه الدنيا معاهم ايه، تقدري تطلعيها ب30، تقدري تطلعيها ب35. القرار ليكي. انا من وجهة نظري هتطلع ب35 جنيه. تمام. ده كان نموذج لمقالم من الموسم. دي تاني مقلمة كده في الموسم دوت، وفي مقلمة في الموسم اللي فات كنت عاملاها بس كتكلفتها كانت هتبقى اعلى يعني. فخلينا في المقالم اللي نزلتها لكم الموسم دوت، خلينا في ديت وفي اللي قبلها. تمام. فكده بالنسبه لنا القرار بقى ليكي، تقدري تطلعيها ب35، تقدري تطلعيها ب30. هنا مكسبك 85 جنيه وهنا مكسبك 105 جنيه. القرار ليكي وعلى حسب المكان اللي بتنزلي. طبعا لو هتحطي لوجو هيختلف. يعني احنا هنا عندنا اللوجوهات بكام. تمام. هنا اللوجو انا كنت جايبه اللوجوهات الجلد او العاديه اهي. استني واحده اجيب لكم اللوجو التاني اهو. ده اللوجو ده او ده، الاتنين بنفس السعر. اللوجو ده كان ب2 جنيه. يعني انا حاطه الفاتوره اهي، يعني انا كويس ان انا لقيتها قلت عشان اقول لكم يبقى كل حاجه بالسعر بتاعها. لو هتحطي لوجو طبعا هتحسبي اللوجو اللي انت هتحطيه. وفي ناس بتبيع اللوجو ب3 جنيه، يعني ده جايباه من مكان تاني ب3 جنيه. بس عشان ابقى امينه معاكم، الجوده هنا ده جلد وده جلد، بس ده تخين وده رفيع اهو. بصوا يعني هنا ده ما تيجي تخيطيه محمل معاكي مش هيقطع معاكي. ده لو شديتي الفتله سنه هيتقطع منك ضعيف. انا كان معايا واحد مقطوع ومش عارفه راح فين، عايزه ابقى اوريهولكم. فالتخين ده حلاوته في الشغل ان هو بصوا، يعني عايزه اوريهولكم حلاوته في الشغل. انت لما بتشدي الخيط ما بيتقطعش، بس برضو مش هنشد لدرجه ان احنا نبقى قاصدين ان احنا نقطعه، لكن ده لما اشتغلتي بيه وشديت عليه خيط شويه اتقطع مني. فالقرار بقى ليكي. انا كده حسبت لك المقلمه، تقدري تطلعيها ب30، تقدري تطلعيها ب35. مش محتاجه منك لوجو، مش محتاجه اي حاجه. وممكن كمان فكره تانية جات لي دلوقتي وانا بكلمك عايزه اوريكي حاجه اهو. ده اللي انا كنت رايحه اقوله ونسيت. دي مقلمه، الخيط ده اللي احنا عملنا منه المقلمه اللي فاتت. اللي شاف الفيديو اللي فات هيعرف شكل المقلمه اللي فاتت. تمام.
وبقى حبة صغيرين من الخيط اللي فات، وكان عندي اللون ده باقي منه حبة صغيرين، اشتغلت اللونين مع بعض. الطريقة سهلة، بتشتغلي دور وبعد كده بتقومي حاطة الخيط التاني وبتشتغلي بيه. لو حابة ان انا اشرحها مفيش مشكلة، لكن هي سهلة. فبصوا، تقدري تجيبي بقى ايه، يعني الفكرة اللي جاتلي، تقدري تجيبي خيط من المكرمية المصري، شلة يعني لون ولون، لونين، وتبدأي تشتغلي بيها بنفس الطريقة كده، لونين، بحيث ان الشكل يبقى قيم اكتر. يعني لما تعرضيها بقى ب35 جنيه شكلها لطيف. بصوا، يعني دي طبعا اللي احنا اشتغلناها ولسه ما قفلناهاش. يعني عايزة اوريكم، نشيل بقى كده الكراسة بتاعتنا. بصوا شكلهم جميل جدا، مش محتاجة اهي، خلينا في دي، مش محتاجة ان انتي تحطي لوجو، مش محتاجة السوست، كمان شكلها لطيف. انا طبعا بجيب من عند بني هاشم، اللي متابعني من الاول عارف ان انا بجيب الخيط بتاعي كله من عند بني هاشم. تمام اهو. ودي طبعا اللي احنا لسه هنقفلها. اتمنى ان انت تكوني استفدتي، وتحت امرك في اي سؤال سيبيلي تعليق، سواء هنا ان شاء الله هحط لكم اللينك بتاع الفيسبوك، او تخشي اكتبي على الفيسبوك ريري كروشيه، هتلاقي الصفحة بتاعتي والجروبات بتاعتي موجودة على الفيسبوك. تمام. اتمنى ان انت تكوني استفدتي ولا حاجه، بس لسه مكملين سلسله المقالم مع بعض، لسه في فيديوهات تاني للمقالم. وبرده في كل فيديو هسعر لك وهقول لك تكلفه الخيط اللي كان معايا قد ايه، والمكسب هتطلعيه قد ايه. لو ليكي سؤال او ليكي اي حاجه انا تحت امرك، سيبي لي سؤالك وانا هرد عليكي، او هعمل لك فيديو وارد عليكي فيه. اشوفك بقى في فيديو جديد وفكره جديده. سلام.